إذا كان هذا تكريم للمرأة المغربية، لما تتغاضى الحكومة وتجعل المرأة المغربية مهانة بشكل كبير؟ كيف؟ اليوم المنشط الرئيسي لصحيفة المساء المغربية كان عن أن الصحيفة ستنشر غدا تفاصيل مثيرة حول شبكة دعارة لأثرياء خليجيين تشغل الفتيات المغربيات وتعمل بين الرباط ومراكش، وهؤلاء يحظون بحماية من الأجهزة الأمنية أو بغض الطرف على الأقل. والتقرير يشير إلى أن صورة المرأة المغربية أصبحت صورة مهانة، وكأن كل من يملك مالا يستطيع أن يأتي ويهين أو يشتري امرأة مغربية من الشارع. هذه الصورة للمرأة المغربية التي تزداد سوءا. تقرير ينشر في مجلة مغربية هي نجمة المساء أن المغربيات الآن في دبي ينافسن في مجال الدعارة في أشياء. هذه الصورة للمرأة المغربية المهينة في الوقت الذي تقولون أنه تم تكريم المرأة ب7 وزارات. لماذا لا تسعون للحفاظ على صورة المرأة المغربية؟ لنضع الأمور على النقط على الحروف في هذا الصدد. المرأة المغربية مرأة كريمة ومكرمة، ولا يجوز الانطلاق من كون هناك أشخاص بصفة فردية قد تكون لهن تصرفات مذمومة من الناحية الأخلاقية كي نسقط ذلك على كل نساء المغربيات. أعتقد بأن هذه النظرة النمطية التحقيرية للمرأة المغربية يجب أن يوضع لها حد، بدءا بالبلدان العربية. من الذي يجب أن يضع هذا الحد؟ الجميع. الحكومة المغربية طبعا الحكومة المغربية، المجتمع المغربي، الأحزاب السياسية المغربية، الصحافة المغربية، وأيضا الصحافة وكل الرأي العام في كل البلدان التي تعتبر أن النساء المغربيات تقوم بعمل غير أخلاقي. لكن إذا كان هناك تواطؤ من الأجهزة الأمنية في هذا الصدد وفي هذا المجال، وإذا كان هناك لوبي أيضا ربما يكون محميا، حتى ولو لم تكمل سؤالك وسؤالك واضح، إذا ثبت ذلك وجب تقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة. أنا أقول لك بصفة رسمية كوطني كمغربي له غيرة على وطنه وعلى نسائه وعلى شعبه، وباعتباري ناطقا رسميا باسم الحكومة، أن ذلك إذا ثبت يجب تقديمهم للعدالة من أجل أن تقول فيهم كلمتها. لا يجب إطلاقا أن يظل المغرب ملتصقة صورته بهذه النظرة القدحية. هل لديكم خطة لمحاربة الدعارة وشبكاتها في ظل ما يقال عن الفلل ذات الأسوار العالية الموجودة في مراكش أو هنا أو هناك؟ لا، الخطة واضحة، الكل يتكلم عنها. لا. مع الوزير. لا. هذا الخطة واضحة.